قوي الناس اللي لسه لحد دلوقتي بتروح تعمل بوتوكس وفيلر. انتوا يا جماعه مش عارفين ان البوتوكس ده سم بيشيل العضلات بيموتها؟ ليه تبقي في ال20 وفي ال30 او حتى لو كبيره؟ في حاجات تانية بتمن جلسه واحده بتعالج البشره من غير ما تقعدي تقطعي في جلدك. يعني انا لما شفت الفيديوهات انا مش مصدقه، وفي دكاتره قاعده بتشرح البروسيس انه احنا بنقطع الالياف اللي تحت الجلد ونعمل ليزر نقشر بيه من فوق نعالج الندبات بتاعه الحبوب. طب ليه؟ طب ما في سكراب يكون طبيعي وامان من غير ما اقعد اقطع في جلدي وفي الالياف اللي تحت الجلد وفي العضل، واقدر اعالج بشكل طبيعي ججدا. زي ما الجلسات بتاخد وقت، ما هي لما بتعملي الجلسه ما بتبانش عليكي في نفس اليوم، بتقعدي وشك وارم فتره وعلى كميه الدم اللي بتطلع. انا بجد ما قدرتش اكمل بقيه الفيديوهات. المنظر مرعب. وشي احط حقن في وشي ليه؟ اقطع في جلدي ليه؟ وفي ناس وشهم بيبوظ بالفيلرز، بتروح تسرح لعينيهم وبيتصابوا بالعمى ومشاكل كتيره قوي. انا بسمع قصص مرعبه. هل انا عشان انا في المجال وبدور فيه فعارفه التفاصيل دي، والناس اللي مش في المجال مش واصل لهم المعلومه؟ هو واضح ان هو مش واصل لكم المعلومه، لانه طول ما في ناس لسه بتروح وبتمشي ورا الدعايه والبروباجندا اللي بتتعمل وبيتخدعوا، كل اللي هاممهم المنظر النهائي والسرعه. يعني هم فاكرين انه تك خلاص النتيجه هتبان. لا، انت ما تعرفيش المعاناه اللي ورا الكاميرا اللي مش متصوره لك، انت ما تعرفيش الوجع عامل ازاي ولا الاذى، ولا دي هتضرك على المدى البعيد ازاي. مضره. وفي بوتوكس بتبقى حاجات مغشوشه وتحت السلم وانت مش هتعرفي، انت مش دكتور عشان تعرفي. بيستخدموا انواع رخيصه حتى لو نوع غالي. البوتوكس اصلا اما تصنع، دوروا كده على تاريخ البوتوكس ده، اساسا ده كان اصلا محاوله ان هم كانوا بيعملوا دواء، اكتشفوا في الاخر ان هم اخترعوا حاجه بتشيل العضلات وتخدرها، انها الجرعات الكبيره بتموت العضل كمان. فانتوا بتعملوا ايه في نفسكم بجد؟ ليه 3 4000 جنيه و6 و7 8000 جنيه وارقام اكتر من كده بكتير، حسب بقى هي هتعمل قد ايه، كميه قد ايه وفين. والناس بقى بتشد الوش وتشد الفك وتعمل جلسات كتيره جدا، تخش في مبلغ كبير. لما يكون في بديل بتمن جلسه واحده ب 4 5000 جنيه، تجيبي نوفيتش في اسبوعين هتشوفي نتائج. بعد 3 شهور انت مش هتحتاجي تكرريها تاني خلاص. نتيجه سريعه، دي اسرع حاجه الطب اخترعها. اسبوعين، عايزه ايه اسرع من كده؟ انت كده اصلا لما تيجي تعملي ديرما بين او تعملي حقن بوتوكس او فيلرز، تقطيع الياف او ايا كان المسميات اللي بتسموها، في الاخر انت مش هتلاقي النتيجه في نفس اليوم. على الاقل اسبوعين عبال ما وشك يهيل من الكارثه اللي عملتيها فيه، وفوق شويه انه هيبقى منفخ ووارم ووجعك وحالتك حاله، اصلا مش قادره تنزلي من البيت من كتر ما شكلك غريب وشك فيه كدمات. ده الناس ما بتصورهوش. الناس اللي انتم بتشوفوهم انفلونسرز اللي بيبقوا واخدين فلوس عشان يروحوا يعملوا الجلسات دي، هم مش بيصوروا لكم المعاناه اللي ورا الكاميرا، ولا الدكاتره بيصوروا لكم الكلام ده، لان ده مصدر عيشهم على فكره. تفضلي تعملي مينتيننس كل فتره، لو مش كل 6 شهور فعلى الاقل كل سنه لازم كل شويه تروحي تحقني تاني.